السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، كيف الحال؟ ديما كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وأكيد كنفرح لما نشوف تعاليقكم والأشياء الإيجابية اللي كتخليني نزيد دائما للأمام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو على قناتكم عبد الله فاتي. فيديو اليوم إن شاء الله هو شباكية تبارك الله، اللي بواحد الطريقة سهلة جدا جدا جدا، مقادير رائعة والطريقة سهلة. يعني أي إنسانة أول مرة تضيف الشباكية يمكن لها بكل سهولة ديرها. بقوا معايا باش تشوفوا المقادير وتشوفوا المفاجأة ديال العدد الأنواع اللي غنعطيكم إن شاء الله في هذه الشباكية. الشباكية ديالنا ديال اليوم غنحتاجو إن شاء الله 500 غرام ديال الدقيق، غنحتاجو شويه ديال الخميره ديال الحلويات حبيبات، يعني راس معلقه صغيره، يعني شويه. غنحتاجو الملح، اكيد نص كيلو هاد الشويه اللي شفتو، ولا كان اكثر ديال الدقيق فاكيد غتزيدو المقادير. شويه ديال الملحه. عندي كذلك النافع اللي مدقوق، وعندي اللوز مدقوق. عندي هنا كاس ديال اللوز غادي نضيفو مدقوق كيف ما كتشوفوا. اللوز اللي بقشرته حمرته في الفران شويه وطحنته بهذا الشكل، خليته بهذا الشكل، ما خليتوش حتى ولا مزيت. زنجلان اللي عندي نقيته ودرته في الفران كذلك، حمرته شي شويه وطحنته نصف كاس ديال الزنجلان. عندي هنايا النافع اللي كتشوفوا مطحون محمر شي شويه، حتى هو ضروري يدوز شويه في العافيه، يعني سخون شي شويه. معلقه كيف كتشوفوا عامره صغيره، مطحون ومغربل باش يكون رطب ما فيه حتى شي حاجه. المسكه الحره عندي هنايا اللي دقيتها مع السكر، ودرت منها هنايا كيف كتشوفوا ربع ملعقه. غادي نشد دابا العناصر ديالي كامله، غنمزجهم مع بعضهم بحال اللي كنمزج سلو، بحال اللي كنخلط سلو هكذا. كنخلط العناصر الناشفين مع بعضهم هما الاولين تيمتزجوا مع بعضهم مزيان مزيان. عاد غادي نضيف ان شاء الله رب العالمين الزبده والزيت مع بعضهم. اللي ذوبت الزبده وضفت عليها الزيت، يعني تقريبا كأس إلا ربع زبدة وزيت، كأس إلا ربع زبدة وزيت. ومن الأفضل يكون غالب عليه الزبدة، كأس إلا ربع زبدة وزيت. وزبدة من الأفضل كنفضل تكون ديال الأكل باش تعطينا طعم لذيذ وجيد في الشباكية ديالنا. كيف كتشوفوا هنايا ضفت الزبدة والزيت، وغادي نبدا نمزج الخليط ديالي معاهم. وعندي هنايا جوج ديال الملاعق ديال الخل اللي ضفت معاهم زعفران حر. كيف كتشوفوا ضفت معاهم زعفران حر، جوج ملاعق ديال الخل، ضفت معاهم شويه ديال زعفران حر حيت ما بغيتش نستعمل الملون الغذائي العادي. وغادي نبدا نمزج العناصر ديالي مع بعضهم هنايا. مني تخلطوا ليا مزيان ان شاء الله غادي نضيف اكيد الماء وماء الزهر. على فكره العجين ديالي رائع جدا، نتوما غتشوفوه. هاد المقادير ان شاء الله اللي يقدر يدير اللوز بهذيك الكميه يديرو، اللي ما قدرش يمكن ليه يدير ربع كاس، يمكن ليه يدير اقل. يعني كتبقى الاختيار ليكم بالنسبه للوز، لكن بالنسبه للزنجلان نفس الكميه اللي عطيتكم ديروها نصف كاس. وكذلك بالنسبه للخل جوج الملاعق كبار، وزعفران حر كيبقى الاختيار، لما لقيتوش يمكن لكم ديروا الملون الاصطناعي. وهنا كان غادي نجي ان شاء الله بعد ما كنكون داك تخلط داك الزبده والزيت وداك الخل والزعفران في العجين ديالي، غادي نجيب ان شاء الله واحد كأس الا ربع ديال الماء يكون ساخن، ماشي طايب لكن ساخن. وغادي نضيف عليه داك الربع كأس اللي بقات ليا، غنكملو بما زهر. يعني غندير كأس مملوء ما بين الماء وما زهر، غيكون كأس الا ربع ماء، وغيكون ربع كأس ديال ماء الزهر. ما نتعداوش ربع كأس، لان الا كثرنا ما زهر راه كيعطي واحد الفعاليه خايبه للعجين، يعني كتولي العجين كتفتفت وما زويناش. اما الافضل نخليوه ربع كأس فقط، ما نديروش ناسف. الا كانت العجين اكثر، يعني الا درتو كيلو ديال الدقيق يمكن لكم ديروا نصف كأس ديال ماء زهر. هنا كأس الا ربع ديال الماء، زدت عليه ربع كأس كيف ما شرحت لكم سابقا ديال ماء الزهر. وغادي نضيفو العجين ديالي،
ولا بقى خاصني شويه الماء غادي نضيف الماء. شفتوا ما عمرش الكاس حتى للفوق، ما عمرش حتى للفوق كيف ما كتشوفوا دائما ما كنملاش الكاس حتى للاخر، كاس غير مملوء. غنضيفوا هنا كيس الا ربع ديال خميره الحلويات، كيس الا ربع فيه 8 غرام، غنضيفوا 6 غرام ديال خميره الحلويات. وغادي نضيف هنايا داك الكاس اللي مزجت فيه الماء زهر وهذا، وغنبدا نخلط نجمع الخليط ديالي. هنا منين نجمع الخليط ديالي الا لاحظت انه باقي خصني شويه الماء، ما نساوش ان العجين خاصها تكون عجين قاصحه، ما تكونش عجين جاريه، خاص العجين يكون قاصح واقف باش نقدروا نخدموا به الشباكيه كيف ما بغينا. حنا ما غنخدموها لا باله لا والو، غنخدموها بيدينا، غتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غيجي العجين. انا هنا خصني شويه ديال الماء، ضفت تقريبا اقل من ربع كاس، يعني شويه ديال الماء اللي ضفت غتشوفوا معايا في الصور. وغنجمع العجين ديالي، تكون مجموعه يعني يدخل العناصر مع بعضها، ما غندلكها، ما غندير ليها والو، دون دلك دون اي شيء. انا ما بغيتش يعني نقص لكم اي شيء في البدايه في العجين باش العجين ديالكم تكون مزيانه. شفتوا المقدار بالضبط اللي زدت ديال الماء صافي. فقط غنجمع العجين ديالي، ملي غنجمعها نجيب فيلم اليمونتير او ورق البلاستيك الغذائي عفوا، او بلاستيك اللي كتستعملوها عاديه تكون كتستعملوها للاكل، وغنغطي بها العجين ديالي، ما غنقسمها، ما غنقرب ليها ما والو، غنغطيها كيف ما هي وغنخليها ترتاح لي واحد شويه وغنرجع ليها. شرط لكم ان العجين لازم يكون ما جاريش، هو وريتكم العجين ديالي كيفاش دايره. ان شاء الله غتشوفوا معايا على ان العجين يمكن ليا يعني باللغه ديالنا العاميه نلعب بها في يديا كيف ما بغيت، وما غتقطعش مني وما غيطرى ليها والو. غتشوفوا ان شاء الله قدامكم في الفيديو. من بعد ما خليتها تقريبا 15 دقائق، يعني ماشي اكتر يعني باش ترتاح فقط. وغنجي غنبدا ان شاء الله نسرح العجين ديالي على سطح العمل. غنجيب واحد المدلك وغنبدا نسرح العجين ديالي. هنا سرعت لكم شويه باش نخفف لكم من الفيديو، لان الفيديو ما شاء الله طلع لي المده طويله تقريبا قريب لساعه، ف يعني بذلت مجهود كبير باش نخفف باش ما يجيش الفيديو كبير بزاف. هنا كنبدا كنقطع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا، وغادي نبدا نشكل معكم اول شكل غنديرو على شكل حلزون، شكل حلزوني. غتشوفوا معايا كنقبط الراس ديال العجين ديالي وكنلصقو في العجين من الداخل، وكندور العجين ديالي بكل سهوله. يعني اي شخص ممكن يدير هذا الشكل، اي شخص ممكن يديره، سهل جدا. كندور العجين ديالي، وعلى فكره العجين كيبقى متماسك في القلي، ما كيتحل ما والو. الا تبعتوا الطريقه اللي كندير مستحيل يتحل لكم في المقلاة ابدا. يعني الداخل كنخليو الراس الدخلاني يلصق في العجين الداخليه، والراس البراني كذلك يلصق في العجين من برا باش ما يتحلش في المقلاة ابدا. ومكملين هكذا نفس الشكل كتشوفوا معايا. انا درت لكم منه 2 المرات، وكيمكن لكم كيف ما المره الاولى خليته عادي، المره الثانيه يمكن لكم تخرجوه على برا كيعطي على هذا الشكل كانها شي ورده. يمكن لكم تصغروا وتكبروا، كيبقى الاختيار لكم. سهله جدا هاد الطريقه، جدا جدا جدا، يعني سهله لدرجه ما كتصورش، وكتهون عليك تاكلي الشباكيه بيديك من غير ما تشري
تمشي تشريها ما كتعرفيش كيفاش كتصاوب، فاش من زيت كتقلى، باش من العسل كدار. حنا نديرو العسل فاسنا ونصوبو الشباكيه فاسنا وبالطريقه اللي بغينا بكل بساطه. هنا غادي ندوزو للشكل الثاني ان شاء الله رب العالمين. اللي غنديرو الشكل الثاني غيكون على شكل ضفيره. كنعرفوا جميع الضفيره ديال الشعر، الضفيره ديال 3 اللي كنديروها في الشعر ديالنا، ديال اي واحد اي مغربي كيعرف الضفيره ديال 3. غنديروها على شكل ديال الضفره ديال 3 ديال الاشرطه، وغنضفروهم كيف ما الشكل ديال الشعر غنضفروهم على 3، ومن بعد غنلصقوهم من التحت. العجين كيف ما لصقناها من الفوق غنلصقوها من التحت، ومن بعد غادي نجيبو القطعه او الجراره او شنو غتسميوها، وغادي نقطعوهم القطع بالشكل اللي غادي تبين معكم في الصوره. هذه كذلك طريقه هينه جدا، سهله سهله سهله، يعني اي واحد يعرف يديرها. وشوفوا معايا العجين ديالي كيف كنلعب به في يديا وما كيتقطعش، ما كيطرى ليه والو. هذا من المقادير اللي هي جيده ومضبوطه جدا. اي واحد يمكن يتعامل مع العجين بكل بساطه وما تقطع ما والو. هنا كيف ما كتشوفوا قطعناها القطع ونقطعوها مائله، ما نقطعوهاش مقاده، نقطعوها بشكل مائل كيف ما كتشوفوا في الصور على شكل مائل. كتجي رائعه الشكل. كذلك الثاني، هذا هو ثاني شكل اللي شفتوا معايا. وكنجمعوها من الجنيبات، راها كتجي رائعه. حتى هذه كتجي يعني صغيره وخفيفه. هنا غندوزو ان شاء الله الشكل الثالث. غادي نجيب واحد الشريط من الاشرطه ديال العجين ديالنا، وغادي نشكلو على شكل قلب. الشكل الثالث غيكون على شكل قلب. هنا على فكره غادي نشكلو قلب، انا غنديرو على 2 المرات العجين ديالي رفيع كيف ما كتشوفوا رقيق. من الافضل العجين تكون رقيقه. غادي ندير على 2 المرات. كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا على 3، تقدروا ديروا يعني العدد ديال الاشرطه اللي بغيتو. يعني القلب تقدروا تكرروه على 3 المرات او 4، يعني قصدي العجين فوق من بعضياتها، كيبقى لكم الاختيار. انا فقط درتو على 2 المرات. كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا كنعطيكم الشكل وانتم كتختاروا كيفاش تطبقوه. هذا شكل يعني بسيط جدا وزوين في الشكل وسهل سهل، يعني اي واحد يقدر يطبقه. هنا طفت العجين اللي بغيت نكمل به القلب جاني صغير، عاود رجعت بدلته ودرت شريط اكبر من العجين. ومستمرين مع بعضنا. بالنسبة لتشكيل الأشكال كاملة راح حاولت نقص قد ما فيا من المدة، لكن ما بغيتش نقص لكم من يعني الطريقة تشوفوها كيف ما هي صحيحة. هنا غنتقلوا للشكل الرابع اللي غنحتاجو فيه واحد الكيردون او دوك العويدات اللي كنديروهم في اللي كنستعملوهم للشاوي وكنستعملوهم للبروشيط. اختاريت النوع انا المتوسط، ماشي النوع اللي طويل بزاف. غتلاحظوا معايا النوع اللي متوسط. الا ما لقيتوش يمكن لكم هذاك النوع الكبير تقسموه تكسروه، يعني تقسموه منه باش يجيكم على هذا القد اللي غندير انايا.
غادي نشدو العجين ديالنا، غنجيبو واحد الشريط، نجيبو الراس ديالو وغنبداو نتنيوه على داك الراس ديال الكيردون، نلصقوا الراس مع العجين في الاول وغادي نبداو نتنيوه بكل سهوله. سهله الطريقه جدا. نتنيوه هكا كيف كتشوفوا، كندوروا على الكيردون وكنقطعوا العجين ديالنا وكنلصقوها على بعضها. من بعد ما كنكملوا غادي ندفعوا داك العجين بيدينا، ندفعوها وغنخرجوها، غتعطينا واحد الشكل رائع. نتوما غتشوفوه معايا. كل شباكيه كتحتاج منا جوج ديال لي كيردون، يعني جوج ديال الاشرطه ملويين على الكيردون. بعد ما كنكمل كنفعل العجين ديالي بيديا، كنخرجها من الكيردون وكنشكلها على شكل دائره، وكنشكل كذلك العجين الاخرى كذلك على شكل دائره فوق منها. كيجي شكل رائع جميل جدا وبسيط سهل، يعني ما كاينش واحد اللي ما غيعرفش يلوي العجين بهذه الطريقه ويصوبها. على فكره هذه الاشكال فهي بصراحه يعني مبتكره من عندي، يعني كنكون جالسه كنبقى نفكر مثلا هذا الشكل كيفاش غيطلع، الا درت بحال هكا، الا استعملت هذه الحاجه. فالحمد لله على ربي اللي يعني كيلهمنا وكيعطينا عقل باش نفكروا ونبتكروا اشياء اللي هي سهله تسهل على الناس حياتهم. هنا كيف ما كتشوفوا كنكملوها، كتجي على شكل بحال الوريده، لكن شكلها رائع. داك الدوره اللي كندوروا على الكيردون كتعطيني واحد الشكل رائع جدا جدا غالي جدا. هنا غندوزو للشكل الخامس. على فكرة وليداتي كانوا كيشتغلوا معايا، كانوا كيساعدوني، والتصوير باش نكونوا صادقين مع نفوسنا، التصوير فهو تصوير رهف وعبد الله. هنايا كندوزو الشكل الخامس كيف قلت لكم، غنجيبو جوج ديال الاشرطه، غنلصقوا الراس ديال الشريط على الراس ديال الشريط، وغنبداو كيف ما كتشوفوا غنتنيوه للجهه الاخرى، نلصقوا على العجين كيف ما مبين في الصوره، سهل جدا. نعاود نجيبو العجين وتلصق مع اختها من الجهه الاخرى كذلك. نتمنى يكون واضح لكم جيدا. وغادي نلويو داك العجين في الوسط ونقطعوا العجين ديالنا، سهله جدا جدا جدا، والنتيجه ديالها يعني مني كتسالي كتجي رائعه كيف كتشوفوا. قطعنا العجين ديالنا. هنا غندوزو ان شاء الله للشكل السادس اللي هو اسهل كذلك منهم يعني كل الاشكال صراحه سهله جدا جدا جدا، وهكذا كتضمن كل النساء انها تاكل الشباكيه في بيتها من يديها، شي حاجه اللي نقيه ومضمونه وصحيه وبالقوام، وكيف ما قلت لكم العسيله ديالها. الشكل الاخر غادي الشكل الاخر كيف ما قلت لكم غنجيبوا الشريط، غادي نلويوه كندوروه بطريقه بسيطه وكنشدوه كنلصقوا الجوانب مع العجين في الجنب، وكنعاود نلصقوا العجين اللي في الوسط مع الجوانب، كنجمعوها من الجنيبات، كنوركوا عليها من الجنيبات، وها هي عندنا شباكيه.
اهم شيء اننا نلصقوا الجوانب جيدا مع العجين باش ما يتحلش لينا ابدا في المقلاة، هذا اهم شيء. هنا غنمروا للشكل السابع او الثامن اعتذر. ما شاء الله درت اشكال كثيره لدرجه انني تلفت شحال العدد ديالها، فهي تفوق 12 شكل. هنا كنشدوا الشريط ديالنا وكنبداو نلويه بهذه الطريقه الجميله جدا. كنبداو نلويه بهذه الطريقه زوينه، يعني سهل كما كتشوفوا. كنلويوه هكا بحال الشكل ديال المعكرونه، واحد نوع المعكرونه ديال بحال هكا كنلويوه بهذه الطريقه. ومني كنكملو كنجمعوه مع بعضياته بحال الورده، كيجينا شكل رائع جدا جدا جدا. مروا الان للشكل الثامن. غنشدو كذلك العجين ديالنا، شريط من الاشرطه. كنقول لكم العجين، انا اعتذر، شريط من الاشرطه ديال العجين، وغنلويوه حتى هو. وغنجمعوه كذلك مع بعضه. غنجمعوه وغنعاودو نلويوه، وهو على جوج ديال يعني من بعد ما جمعناه وصبح على شكل دائري. كتشوفوا فانا كررت لكم هذيك الورده اللي سبقت عملتها، ومشيت كنهضر لكم على الشكل اللي جاي فقلت لكم كثره الاشكال صراحه تلفاتني، كنعتذر كنعتذر. المهم الصور كتوضح كل شيء. دابا عاد غادي نمروا للشكل الثامن. اللي غناخذوا العجين غادي شريط كذلك غنلويوه، وغادي نشدوه من الجوانب مع بعضه تيرجع شكل دائري، ونعاود ثاني نلويوه كذلك باش يتماسك، ونلصقوا العجين مع بعضه من الجانب. وكذلك هذا الشكل اخر حتى هو بسيط جدا وسهل. عطيتكم اشكال كثيره، اي شكل فتحتوا فيه غديروه، الا فتحتوا ديروهم كلهم، علاش لا؟ نوعوا بهم المائده ديالكم رمضانيه ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا واحد الشكل اللي هو سهل كذلك وبسيط جدا جدا جدا. غادي نجيب واحد الكره من الكريات ديال العجين ديالي اللي فرقته على 4. غنسرحها، غنطلقها بالمدلك، وغنجيب شويه ديال اللوز ديالي اللي انا تبقى ليا من اللوز اللي طحنته ودرته في الشباكيه ديالي من الداخل في القوام. غنجيب داك شويه اللوز اللي محمر ومطحون بالقشره ديالو، غادي نديرو فوق من العجين ديالي، وغنثبتو. انا كنوريك بحال اللي كنكرس داك العجين، غنثبت داك اللوز مزيان، وغادي نجيب العجين ديالي غادي ندورو على شكل دائري. غادي نبقى ندور العجين ديالي كامله حتى الاخير، وعاد غادي نبدا ان شاء الله نقطعها على شكل دائري، او بحال اللي غنقطع لي شنيك، او بحال اللي غنقطع داك الحلاوه ديال الجبن اللي سبق لي درت معكم، هي كتختلف عنها.
بديت هنا كنقطع بداك الجفاره او القطع العاديه ديال الشباكيه، فما كانتش مزيانه، ما لاقتش ليا، فرجعت جبت ديال البيتزا قطعت بها وقطعت ليا بشكل زوين. يعني احسن تقطعوا بديال البيتزا او قطعوا اللي عنده موس ماضي او سكين يكون جيد، قطعوا بسكين. كيجي هذا الشكل مذاق رائع جدا 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 ومتميز. هكذا كتكونوا صنعتوا بزاف د الاشكال من عجين واحد. هذا هو الشكل التاسع. كيجي مذاقه من الداخل روعه، وخصوصا مع العسل اللي وجدت من قبل معاكم في الفيديو السابق. العسل ديال التمر والقرفه كيجي روعه مع هاد الشباكيه، ما نقول لكمش كيفاش كيجي، يعني ماشي طبيعي، كيجي رائع جدا، كيضيف له واحد الطعم رائع. ومكملين مازال مع بعض مع الشكل العاشر ان شاء الله اللي غادي نديرو. الشكل العاشر ديالنا غادي نجيبو شرائط تكون قصيره من العجين ديالنا، وتكون كلها في نفس المقاس، وغنبداو نستفوها كيف ما غتشوفوا في الصوره فوق بعضها. نستفوا شريط، نعاود نستفوا شريط على العرض وعلى الطول، نشكلوه على شكل بحال شكل ديال الشمس، وغنبداو نتنيو الرؤوس ديال العجين للوسط. نتنيو الرؤوس العجين ونجمعوها كلها في الوسط. الا بغيتو تجمعوها في الوسط ديالها تحطوا واحد اللوزه يمكن لكم، بغيتو تخليوها كيف ما خليتها انا عاديه فيمكن لكم كذلك، هذا كيبقى اختياري. هذا شكل من الاشكال، هو الشكل العاشر، كيجي شكل جميل جدا، شكل شمس. وغادي نمر ان شاء الله للشكل 11. كذلك كتجيبوا شرائط تكون اطول من اللي استعملنا من قبل، وغادي نشدوها كلها من الجنب ديالها، يعني نلصقوها مع بعض العجين من الراس، وغنبداو نتنيو العجين ونجيبوها للراس، نتنيو الرؤوس ديال الشرائط ونجمعوها كلها في الراس. كيجي الشكل ديالها كذلك رائع وجميل جدا. وكنوركو كنكبسو عليها من الجنب او كنوركو عليها من الجنب باش تجمع لينا كل داك الرؤوس اللي الفوق، تجمع لينا وجينا الشكل ديالها زوين بزاف. وغنمروا الان للشكل 12، الشكل الثاني عشر. غنجيبوا شرائط تكون طويله وعادي نستفوها حتى بعضها 5 ديال الشرائط، العدد يكون 5 على كل حال. في كل الشرائط اللي درت كان العدد 5، نستفوهم جنب بعض، وغادي نجيو للجنب وغادي نوريكم بالاصبع ديالنا نجمعوا دوك الشرائط مع بعض، ونمشيو للجنب الاخر كذلك ونجمعوا الشرائط مع بعض، ونجيو للوسط وغنكبسوا بالاصبعين ديالنا ونجمعوهم من الوسط، وغادي نجيبوا الجبره ديالنا او القطعه ونقطعوا من الوسط. وها حنا كملنا الشكل الثاني عشر. غنمروا الان ان شاء الله للشكل الثالث عشر. هنا غادي نجيبوا 2 ديال الشرائط فقط وغنضفروهم مع بعضهم. سبق لينا درنا 3 الشرائط ضفره ديال 3، دابا غندير الضفره على 2 فقط، نضفروهم مع بعضهم. وغادي نجيو للراس ونمسكوا العجين من هنا ونمسكوها من الجهه الاخرى كذلك.
وغادي ندوروها على شكل دائري ونمسكوا العجين جيدا مع بعض. يعني من الجنب ديال العجين دائما مسكوها جيدا، حاولوا توركوا عليها بالاصبع ديالكم جيدا باش ما تحلش لكم العجين في المقلاة. كنمسكوها جيدا كيف ما قلت لكم مع بعض، وكنعاود نمسكوها من الوسط، نوركوا عليها من الوسط وكنفرقوها على جوج. وهي عندنا شباكيه كذلك وسهله جدا جدا جدا. دابا غادي نمروا التجربه الثانيه بنفس الشكل. شكل الصراحة جاء رائع. كلهم الأشكال صراحة واحد أروع من الآخر، وكلهم سهلين، وكلهم يعني ما يمكنش شي واحد ما يعرفش يصوبهم. مجرد يشوف الفيديو أكيد غادي يتقن هاد الشباكية بكل سهولة. كنتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. صحيح طويل لكن مفيد جدا، فيه اشكال رائعه للشباكيه، اشكال متميزه. كنتمنى تجربوا الاشكال والمقادير، تبعوها كيف ما هي مضبوطه، غتعطيكم شباكيه ولا اروع، وغتعطيكم مذاق لذيذ واشكال رائعه، وغادي تقدروا تبهروا بها الناس اللي غادي يشوفوها ان شاء الله رب العالمين. وكاخر شكل غادي تشوفوه معايا هو غنشدو الشريط وغنلويو الشباكيه ديالنا بالشكل ديال بحال العوينات، شكل حلزوني، لكن مختلف على الحلزوني اللي سبق في الاول كان دائري. هذا لا، غنشدو شريط واحد، غنشدو الجانب ديالو ندخلوه لداخل، والجانب الاخر كذلك نلويوه لداخل، وغادي نستمروا نلويوهم كل جهه. غندوروها حتى نجمعوهم بزوج، كيجي شكل رائع بحال العوينات، كيجي شكل رائع جدا. وغادي ندوزو ان شاء الله مباشره نسخن الزيت بما اني كنشتغل لوحدي. هنا كيف كتشوفوا الاشكال جميعها في البلاطو اللي كان محطوط حدايا، اشكال كلها زوينه وكلها رائعه وما شاء الله. راه درت عدد اكبر من الاشكال لكن الفيديو كان طويل بزاف، فاعطيتكم فقط هاد 13 او 14 شكل. كنتمنى يعجبوكم وينالوا رضاكم. وغندوزو ان شاء الله القلي. فضلت ما ندير لكمش القلي والعسل لانه ساهلين، يعني اي واحد كيعرف يقلي واي واحد كيعرف يدير العسل. فقط وريتكم المقلاة اللي غنستعمل، وريتكم العسل ديالي اللي غنستعمل كذلك. قليت ودرت شباكيه ديالي مباشره، كنقلي كيف ما نقلي ندير مباشره في العسل، وغير كنحط في العسل. هذا العسل ديالي جيد جدا، كنحط فيه وكنهز، ما كنحتاجش نخليها تتغمس ولا تشرب، كتجي رائعه. هذه هي الشباكيه ديالي كيف ما كتشوفوا، جات روعه هشيشه لذيذه ومختلفه، وتحمر لكم وجهكم. كنتمنى مره اخرى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، وكنشكركم على حسن التتبع ديالكم، كنتمنى لكم ان شاء الله عواشر مباركه، والله يبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وكل ما تتمنوا تلقاوه ان شاء الله فيه. كنحبكم في الله دائما وابدا. الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنقول لكم الشباكيه راها رائعه، ديروها. والتصوير كان من ايد وليداتي بزوج اللي كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، عبد الله ورهاب، شكرا ليهم، وربي يوفقهم ويوفق وليدات المسلمين كافه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.